اسمع لي. الاستقالة ديالهم والمحاسبة، وإلا ما كانتش المحاسبة ديالهم في الدنيا والله سنحاججهم أمام الله عز وجل. راه تقهر صاحبي الناس، والله العظيم الناس راه وصلت لواحد الدرجة ديال الانحطاط في الحكومة اللي والله العظيم لا تمثل هذا الشعب. يعني قال السي عبد اللطيف وهبي رئيس وزير العدل، قال لك اودي سيدي يعني هاد الشباب حنا اللي جابونا. ايوا هاد الشباب سيدي اللي جابوك وهاد الشباب اللي صوتوا عليك راه معظم الشعب المغربي. الا ما بغيتش نجزم ونقول لك 100% ديال الشعب المغربي راه كيقولوا لك ارحل. يعني بالمقابل نعم. ما كتشوفش انه يعني هذه الحكومه جات في واحد الظرفيه يعني خاصه كورونا، ازمه اوكرانيا، البترول. سيدي الله يجازيك بخير والله يوفقك والله يعاونك حتى انت، الله يرحم الوالدين. لا شوف انا فعلا شوف رايك يحترم، لكن الله يجازيك بخير راه هادوك الناس اللي راهم في الحكومه والله العظيم لا يصلحون اصلا حتى انهم يمثلوا مؤسسه. باش غادي تمثل يا صاحبي انت دوله صاحبي ديال المغرب غادي تجي تمثل؟ راه الهبال هذا والله العظيم. يعني كفى هذا الشيء اللي راهو يتكلموا كذا. ولكن راني قلت لك في الاول ومازال نعاود نقول لك لو ناديت حيا لا اسمعته ولكن لا حياه لمن تنادي. لكن غادي نقول لهم يعني الاستقاله ديالهم والمحاسبه، والا ما كانتش المحاسبه ديالهم في الدنيا والله سنحاججهم امام الله عز وجل. راه تقهر صاحبي الناس، والله العظيم الناس راه وصلت لواحد الدرجه ديال الانحطاط، واحد الدرجه ديال الانكسار، واحد الدرجه ديال الهم والغم.